شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة رسالة جديدة من القرآن الكريم، يلا بينا نشوف إيه هي الرسالة. وما كان ربك نسيا. وما كان ربك نسيا، آية من القرآن الكريم بلسم على قلب كل مظلوم وسهم في قلب كل ظالم. لن ينسى الله كل قهرة قهرته، كل كلمة كسرت بخاطرك، كل واحد خزن مشاعرك، كل دمعة نزلت منك على سجادة الصلاة وانت بتشكي لرب العالمين من حد من عباده، كل كلمة كتمتها في قلبك ومرضتش ترد بيها لله سبحانه وتعالى وحفاظا على مشاعر اللي قدامك، لن ينساها الله. لن ينسى الله كل دعوة دعيتها ولسه ما اتحققتش. لن ينسى الله كل دعوة دعيتها على الظالم اللي لسه عايش مبسوط ولا كأن حاجة حصلت. وما كان ربك نسيا. الدنيا هتدور والمشاهد هتتعاد، بس الأدوار بتتبدل، هتتفرج عليهم وهم بيحصدوا اللي زرعوه. ربنا هياخد لك حقك حتى لو انت نفسك كنت نسيته، لكن هو مش بينسى. كل ساق سيسقى بما سقى. مش شرط نفس الموقف ونفس الأحداث اللي تحصل بالظبط، بس الضروري ان هيدوق نفس الألم اللي هو سببه لك. واللي باعك بالرخيص بكرة يتباع ببلاش. ربنا مش بينسى دعواتك الخفية اللي بينك وبينه، أمنياتك وأحلامك ومعافرتك واجتهادك، وتقوم وتقع وتقوم وتجري تاني وتعافر تاني وتحاول تاني. هتفرح وهتنجح وهيكتب لك كل ده. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. هتلاقي فجأة كل الأبواب اتفتحت لك من غير حول منك ولا قوة. ما هو ربنا سبحانه وتعالى منسيش جهدك وتعبك وأخذك بالأسباب الدنيوية كلها. ربنا مش بينسى انك عفيتي نفسك ورفضتي تندرجي مع فتن الدنيا. ربنا مش بينسى انك فضلتي تلبسي الحجاب الشرعي عن انك تعملي شعرك وتلبسي على الموضة. صبرتي وتمسكتي بحجابك وسط كل الفتن دي. ربنا مش بينسى. كله مكتوب في كتابك. اكيد كتير قوي تمنيتي تبقي زيهم وتجري وتلعبي وتلبسي وتبسطي. صبرك وجهادك لنفسك اكيد ربنا مش هينساه. قلبك الطيب لما سامح لله سبحانه وتعالى، لما صبرت على ما أصابك، لما حمدت ربنا في عز شدتك، لما رضيت بقضاء الله سبحانه وتعالى. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لن ينسى الله مجاهدتك لنفسك انك تكون طيب ومتسامح رغم الأذى اللي هم عملوه لك. لن ينسى الله كل مجهود تعبت على نفسك فيه عشان تطور نفسك للأحسن، عشان تكون أنجح وأكثر علما. لن ينسى الله انك قبل ما تعمل أي حاجة بتقول يا رب الحاجة دي ترضي ربنا ولا لا، أعملها صح حلال حرام. اختبارك لكل جنيه داخل في حياتك، الجنيه ده حلال أو لا، حرام أو لا. الحاجات الصغيرة اللي احنا بننساها دي لن ينساها الله. وما كان ربك نسيا. وكمان لن ينسى الله سبحانه وتعالى الظلم اللي انت ظلمته لحد، ولو أكلت حق حد، ولو أكلت ورث حد من إخواتك، ولو قطعت صلة رحم عن عمد. لن ينسى الله كلمة كسرت بيها قلب بنت أو كسرت بيها خاطر حد ما كانش ليها داعي أبدا، كان ممكن ما تقولهاش. لن ينسى الله فرحة حد أنت كنت سبب أنك تكسرها. بقول لكم وما كان ربك نسيا سهم في قلب كل ظالم. اوعى تفتكر ان موضوع الورث ده قديم قوي وخلاص عدى عليه زمن، تتحاسب عليه. مفيش حاجة بتتنسي عند ربنا سبحانه وتعالى، حتى لو اللي أكلت ورثهم نسيوا. لن ينسى الله دمعة المظلوم وهو بيدعي عليك لو انت ظلمته، لو أكلت حقوقه، أو الظلم المعنوي انك تتكلم على حد، تتكلم على بنت في عرضها وانت ما شفتش حاجة عليها. الكلام السهل قوي للبنت دي شمال والبنت دي كذا وانت ما تعرفش الكلمة دي ممكن توديك فين. وما كان ربك نسيا. لن ينسى الله لو اتهمت حد في عرضه أو في ماله أو شككت في ذمته. الناس اللي بتعمل سحر
كتير اول يومين دول. تقول لك ده الموضوع ده كان زمان، اصلا انا كنت زمان روحت للشيخ كده وعملت المعرفش مين. لن ينسى الله اذا كان الشخص ده اتأذى بسببك، ولا بيتعذب، ولا خسر بيته او حياته او شغله بسببك او بسببك، لازم تستغفر وتستسمحه لحد ما هو يقول لك سامحتك. وما كان ربك نسيا، جميلة قوي في لطف الله سبحانه وتعالى. وفي كل معروف أو بذرة طيبة زرعتها في طريق حياتك بكرة تثمر وتكبر وتبقى شجرة، لأن البذرة دي ربنا ما ينساهاش. وكذلك الظلم والقهر وتسببك في دموع حد أو كسر خاطر حد أو أكل مال حد أو حقوق حد لن ينساها الله. وما كان ربك نسيا. راجع نفسك، رسالة مهمة، رسالة النهاردة من القرآن الكريم. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك وشير للحلقة. شكرا لكم على متابعتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.